سعودي او عايش بالسعوديه وما بتعرف هدول العطور؟ صدقني رايح عليك كتير. هدول بعض اجمل دور العطور السعوديه المظلومين اعلاميا. بمناسبه يوم التاسيس انا رح اعرفك عليهم. نودبوا براند نيش من ارقى واجود المكونات من ارقى الروائح باسعار معقوله جدا. بتقدر تطلب الديسكفري ست وتجرب العطور عندهم 4 عطور بغطوا كل الاحتياجات لكل السنه للجنس. يفوح للعطار السعودي الاستاذ سعيد القرني، وهو مش بس عطار، كمان استاذ بيعطي دورات بتصميم العطور وتصنيعها، وعطوره بتحاكي الثقافه السعوديه. ف 55 دقري على سبيل المثال بيعطي ريحه الشاي بالنعنع والحبق، اما عود الديوان من اسمه بيعطي ريحه العود بالخيمه مع ريحه القهوه والدله وريحه البخور وغيرها. واذا انت بتعمق بالعطور بتحب ريحه العطور النيش والالترا نيش، فبنصحك تجرب عطور ابراهيم الفهيد، عطار بغرد خارج السرب. سيلكوث براند سعودي نيش بكرييشن خارج السرب، مش للقلوب الضعيف. اذا انت متعمق بالعطور بنصحك تجرب هدول النوعين، بيعطوك تجارب جديده جدا. واذا بتدور على عطور كرييشنز بميزانيه معقوله فعندي لك براندين خطيرين جدا. الاول فيلاك، عطور رائعه باداء جدا ممتاز باسعار معقوله. اي عطر بتشتريه معه عينه، بتجرب العطر من العينه ما عجبك بترجعه. اما الثاني واللي دائما بحكي عنه هو براند عبرة باسعار خياليه بجوده جدا ممتازه، بتستاهل اكثر من سعرها. وكمان اي عطر بتشتري معه عينه بتجربها ما عجبك كمان بتقدر ترجع العطر. عندهم 4 عطور مناسبين او بيغطوا كل السنه للجنسين ولكل الاوقات والمناسبات. دور العطور هاي فلوسهم بتروح على تصميم العطور والاهتمام بجودتها وليس على الاعلانات. مشان هيك واجبنا انه احنا نوصل لكم اياها. اذا جربتوا اي من هاي العطور اعطونا رايكم فيهم تحت بالكومنتس. انا كمان اذا بتحبوا تسمعوا اكثر عن العطور تابعوني. شكرا.